واحد من الاوامر المهمه اللي لازم نكون واخدين بالنا منها ولازم نستخدمها واحنا بنشيك على الدي ان اس بتاعنا شغال كويس ولا لا، خصوصا في الريفيرس دي ان اس. ان انا الدي ان اس الاول بيعمل ايه؟ الدي ان اس ان انا بديله بينج مثلا جوجل دوت كوم، بيروح يعمل الدي ان اس. كل اللي بيعمله هنا ان هو بيروح يريزولف النيم ده الاي بي ادرس، وبيطلع على النت من خلال الاي بي ادرس. انما الريفيرس دي ان اس بستخدمه ازاي؟ ان انا بعمل بينج داش ايه واحط الاي بي ادرس مثلا بتاع جوجل ده، وهضغط انتر، هيرد عليا بالسيرفر باسم السيرفر اللي رد عليا. وهنا في النهايه هلاقي الاسم الدومين بتاع البنيه التحتيه الانفراستراكشر بتاع جوجل، هو ما اسموش جوجل، هو اسمه 1e100.net. تمام. نفس الكلام بالظبط اذا جيت اعمله مع لاي اي بي ادرس معايا جوه الشركه، لازم يرد عليا الا اذا انا مقافل الخاصيه دهيت عندي في الدي ان اس. انما هو لازم يكون شغال باي ديفولت، بيكون شغال، بس انا ممكن اعمل الكونفجريشن ان انا اعدل فيه. طبعا هنا ممكن اكتب سواء كان اي بي ادرس، سواء كان بي ادرس مثلا بتاع فيسبوك ولا حاجه، ممكن اكتب دي ان اس زي مثلا دي ان اس بتاع جوجل. هم عندهم 8844 وفي 88 4 تمانيات، نفس الكلام بالظبط. اللي هيرد عليا دي ان اس بتاع جوجل فوق اهو، وتحت برضو رد عليا الدي ان اس بتاع جوجل.